Monsieur le Président. كأس العالم تزور الجزائر حاليا، فكأس العالم ضمن جولتها العالمية للترويج لمونديال 2026 حطت رحالها ببلد العظيم الجزائر. فتفاصيل جولة الكأس في الجزائر فبراير 2026: وصلت النسخة الأصلية من مجسم كأس العالم إلى الجزائر العاصمة يوم أمس الأحد 8 من فبراير، وتستمر زيارة لمدة يومين، حيث استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفد الفيفا أمس الأحد. وكان على رأس الوفد النجم الألماني السابق يورغن كلينسمان. حدث جماهيري فعلا. فاليوم الاثنين 9 من فبراير تعرض الكأس للجمهور في القاعة البيضاوية بمركب محمد بوضياف بالعاصمة. أوقات العرض: فبدأت الاحتفالية من الساعة 11 صباحا وتستمر حتى 8 مساء، حيث تتاح الفرصة للمشجعين لالتقاط صور تذكارية مع الكأس الغالية. الحضور المميز بالإضافة إلى يورغن كلينسمان النجم الألماني السابق. يشارك في الحدث بعض نجوم المنتخب الوطني مثل إبراهيم مازا ولوكا زيدان. فتأتي هذه الزيارة احتفالا بتأهل المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك. وللعلم فقد أوقعت القرعة الخضر في المجموعة العاشرة الصعبة والمثيرة رفقة كل من الأرجنتين حاملة اللقب والنمسا وكذلك الأردن. فهذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها مجسم كأس العالم للجزائر بعد زيارتي عام 2009 و2013 قبل مونديالي جنوب إفريقيا والبرازيل. Monsieur le Président.